الهدية ما كترفضش، ولكن ماشي دايما كتكون الهدية نية صافية. 2012 أديس أبابا إثيوبيا. الصين بنات مقر فخم للاتحاد الإفريقي، طول 20 طابق، الزاج كيبري تحت الشمس إفريقيا، وكل قطعة فيها كانت بتمويل صيني وصل ل 200 مليون دولار. الناس كانوا كيهضروا عليها بحال شي أعجوبة بناتها الصين بصداقة جديدة مع إفريقيا، ولكن هادشي هو اللي كان كيبان من برا. 5 سنين ديال الاجتماعات السرية، قمم، قرارات مصيرية، حتى لواحد النهار في يناير 2017 واحد المهندس ديال الاي تي سميتو عبدي لاحظ شي حاجة غريبة في اللوك ديال السيرفرات، واللي هو انها كل ليلة ما بين 12 و 2 كيكون واحد التدفق كبير ديال البيانات. والغريب في الامر هو ان في ذاك الوقت المبنى كيكون خاوي. عبدي بدا كيراقب، بدا كيتبع الارساليات اللي وصلت لسيرفرات مجهولة في شانغهاي في الصين. مع اول شك عبدي والزملاء ديالو جابوا فريق تحقيق داخلي اللي اكتشفوا ان النظام الالكتروني مبني باك دورز، اي بوابات خلفيه كانت مخبيه في اللوحه الام للسيرفرات. كل مدخل وكل مخرج كان تحت المراقبه. تخيلوا معايا البيانات ديال الاجتماعات الخاصه، الخطط الاقتصاديه، الوثائق الدبلوماسيه، كل شيء كيتسرب للصين بلا ما يحس به حتى حد. هذا الاختراق ما كانش الكتروني فقط. نهار الفحص لقاو ميكروفونات مزروعه تحت طاولات، الحيوط، حتى في السقف ديال القاعات السريه ديال الرؤساء. أجهزة ما كتحتاجش لا بطاريه لا كابل، كتخدم بالطاقه المغناطيسيه اللي كتنبعث من الحيوط. أجهزة جد متطوره، كانوا كيسجلوا كل كلمه، كل همسه، كل سر. الخطير في الامر هو ان التجسس كان كيدوز قدام عينيهم لمده 5 سنين، وما عمر شي دوله شكات ولا خمات في الموضوع. الصين كانت كتشوف وتسمع وتجمع معلومات على إفريقيا كاملة، رؤساء، جيوش، اقتصاد، مخططات مستقبلية، كل شيء كان معروف عن الصين بالتفاصيل. منين خرج الخبر في يناير 2018 جريدة لو موند أفريك، الاتحاد الإفريقي خرج بيان كيقول ما كاين تجسس لا والو، والصين دافعت على راسها وقالت هادشي كتوب. ولكن الرد الإفريقي ما كانش كيتماشى مع هاد الأقوال. أول شيء هو طرد المهندسين التقنيين الصينيين، زيد عليها تبديل جميع السيرفرات والأجهزة، زيد على ذلك عزوا التشفير بواحد النظام جديد 100%، وتوقيع صفقات جديدة مع شركات أوروبية بدل الصينية. كل هذه الإجراءات دليل على أن القصة كانت أكبر من مجرد اتفاقية بناء. هادشي ماشي غير تجسس بسيط، هادشي هو أكبر عملية اختراق سياسي وتقني دارت دولة القارة كاملة. الدول الإفريقية حست بالخيانة، وبدا النقاش واش هادشي كيتسمى استعمار رقمي، واش الصين باغية السيطرة ولا غير كتحمي المصالح ديالها. البناية اللامعة ديال الاتحاد الإفريقي تبنات بواجهة ديال الصداقة، ولكن كانت فخ ديال التجسس. ماشي كل هدية هي نية طيبة، وماشي كل صديق هو صديق. في هذا العصر المعلومة هي السلاح، واللي كيتحكم في المعلومة كيتحكم في المصير. شكرا لكم بزاف على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وتشاركوا مع أصحابكم، وتتابعوا القناة باش توصلكم كل الحلقات. في الحلقة الجاية غادي نهضروا على قصة جديدة، ولكن قبل هذا الشيء ما تنسوش تشوفوا الحلقة اللي فات والحلقة اللي قبل منها، وكتبوا لي في التعليقات شنو الموضوع اللي كتمنوا نهضروا عليه المرة الجاية. كان معكم مستر تشيب. بيس اوت.